متابعينا الكرام، الصور اللي كتشوفوا امامكم على الشاشه هي من الشيراتون في حظيره الجزائر، حيث قام نظام حظيره الجزائر بتكريم ما يسمى بصناع المحتوى في الحظيره. وشوفوا عباد الله الانحطاط الاخلاقي، شوفوا معايا مزيان الرجوله، شوفوا معايا مزيان شواكر افريقيا، شوفوا معايا مزيان اللي غادي يحتلوا الرباط في 10 ساعات، شوفوا معايا مزيان اللي باغيين يهزموا المغرب والمخزن الشرير، شوفوا معايا مزيان علام المعول شنقريحه وعلام المعول عبد المجيد حشاكم باش يواجهونا. نعم متابعينا الكرام، هذه المسائل تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، وقلنا على ان هذا المنظر اللي كتشوفوا امامكم هو تراث جزائري منذ عهد العثمانيين، وتفصلنا في هذه المسائل بالوثائق والكتب والأدلة والحقائق التاريخية. راه هذه الحظيرة هي حظيرة منحطة أخلاقيا لأبعد المستويات. أنا ما غاديش نتفصل بزاف هذه الصور متابعينا الكرام لأنها تحكي كل شيء. هذه الصور أبلغ من كل العبارات ومن كل الكلمات ومن كل الشروحات ومن كل تحليل. هذه الصور متابعينا الكرام هي واقع حظيرة الجزائر. هذه الصور متابعينا الكرام هي طبيعة المخلوقات البصبعية الفقرورية الكرغولية والجزائريين اللي معول عليهم نظام حظيرة الجزائر باش يواجهونا، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في غير مواقع التواصل الاجتماعي. وراكم عارفين الحقائق ديال ثكنات أنيطة والابن ديال شنقريحة وشنو واقع عليه ومع من تزوج وفين مشى. هذه الحقائق كلها كنعرفوها، لكن متابعينا الكرام باش تخرج هذه الامور في وسائل الاعلام الجزائريه عيني عينك بهذه الطريقه وبهذا المنظر، فهنا نتحدث متابعينا الكرام عن انحطاط اخلاقي للمجتمع ديال حظيره الجزائر وصل لمستويات غير مسبوقه. فنعم متابعينا الكرام، اذا خرج لكم شي بصبعي فقروا الكرغولي وبدا كيتكلم عليكم على النيف المخنن وشواكر افريقيا ونديروا ونفعلوا، حطوا لهم هاد جوج الصور، لان هاد جوج الصور هي التي تبين الواقع ديال نظام حظيرة الجزائر. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.